قضية يا معالي الدكتور، إخواني المشاهدين المشاهدات، قضية تجاوزت النصف قرن، 50 سنة 51 سنة، وقضية عايمة على الورق، تدفع لها الميزانية وتصرف عليها الميزانية، لا وتكتب بنود تطوير هذا المشروع وهو وهمي مثل أصحاب الشهادات الوهمية، يعني مشروع كرتوني، ومع ذلك تؤخذ وتعطى عليه ميزانية تقريبا 31 مليون ريال سعودي. المنطقة متعطشة، المنطقة متهالكة، هناك مرضى، هناك إصابات، ولكن هذا مستشفى بارق العام مستشفى وهمي. هناك من المسؤولين من جعله حقيقة وهو وهمي، هناك من المسؤولين من يأخذ عليه الأموال وهو كرتوني. نسمة و100,000 شخص في المنطقة ما في مستشفى عام، ومع ذلك ميزانية من وزارة الصحة تأتي إلى هذا المستشفى الوهمي وتؤخذ هذه الأموال وتوضع في جيوب فاسدين. نعم. خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويشفيه، قولوا آمين. آمين. الله يمتع بالصحة والعافية، قولوا آمين يا رب العالمين. آمين. خادم الحرمين الشريفين قال قبل أكثر من 3 سنوات: أي فاسد كائنا من كان يفضح ويكشف، أي فاسد كائنا من كان يخبر عنه ويبلغ عنه حتى تقطع يد الفساد. أنا بتكلم اليوم عن هذا الفساد الواضح، عينك ريحته طالعة، ريحته فايحة في هذه محافظة كاملة في المملكة العربية السعودية ما في مستشفى. هذه مي معقولة. أنا متأكد لو وصلت إلى خادم الحرمين الشريفين أو ولي عهده أو ولي العهد والله لن يسكتوا. وزارة الصحة مستشفى بارق، نعم، ولكن غير موجود على الطبيعة، ورغم المطالبات من الأهالي ومن المشايخ ومن الأعيان، ولكن لحد الآن لم يتم فتح مستشفى بمحافظة بارق. وش السبب يا أستاذ شطيف؟ السبب يعود إلى أنتم ما تحركتوا. لا نعلم من هو مستشفى، هل في مستشفى ثاني؟ لا نعلم من هو المسؤول في وزارة الصحة اللي وراء مستشفى بارق. احنا نبغى المسؤول في عدم إيجاد مستشفى بارق. نعم، لكن الحين تقول فيه الآن 78 موظف، رواتب مسمياتهم موظفين مستشفى بارق. الله وهو بالورقة هذه مستشفى بارق ضمن مستشفيات المنطقة الجنوبية. نعم. هذا هو. أنا شفت الآن في مستندات فيه هذا أمامك زي الآن مستشفى بارق في المستشفيات اللي معاه في هذا السطر الورقة كامل. نعم. علاوه على ذلك انه طلبوا في 33 34 يا اخوان 33 تطوير مستشفى يا علوي، عطني بالله كاميرا على بارق ب 30 مليون تطوير. اين المستشفى هذا اللي يطورونه؟ شوفوا يا اخواني، تطوير مستشفى غير موجود. نعم، تطوير مستشفى بارق ب 30 مليون وهو غير موجود. نساء وولاده. نعم، هذا مركز تشخيص نساء وولاده. نعم. تطوير هذه ولا في شيء للوجود. اين الموجود؟ ما في وجود. اسال وزاره الصحه اين الموجود اللي يبغى يطوره؟ عندما صارت المكاتبات ما بيننا وبين وزارة الصحة، يقول أحد مدير مستشفى عسير الشؤون الصحية في عسير أنه ألغي عام 1416. طالما أنه ألغي 416 كيف تطلب التطوير 32؟ ليش ألغي؟ لا أعلم. يعني راح السكان، هاجر السكان، ما عاد في أحد، وليش تطلب؟ ليش تطلب هذا المبلغ؟ يا جماعة تناقض وفساد واضح. المستشفى يقول لك ملغى من عام 1416. ما صرح به في الجريدة. نعم، ما راح يصرحون به، ما يقدرون يصرحون به. صرح ليش يلغيه ويطلب تطوير بعدها ب 16 سنة. نعم، يعني كم سنة هو؟ 51 سنة الظاهر المستشفى. من عام 51 سنة. 51 سنة. المطالبة من 51 سنة. مطالبة مستشفى بارق. نعم. من 1385. 1385 الذي طالبوا به انتقلوا رحمة الله كلهم، واحنا يمكن من ابنائها لحد الان لم تحظى هذه المحافظة بالمستشفى. يا ناس بالله راعوني، لا صرت صاحي ومجنوني، يقولون بارق لها مشفى يحتاج تطوير ومالي، تكفون بالله دلوني على مكانه ودوني، ودي أنا أرتحل يمه وأمتع بشوفها انظاري، تكفون بالله دلوني على مكانه ودوني، ودي أنا أرتحل يمه وأمتع بشوفها انظاري، يا ناس بالله راعوني، لا صرت صاحي وجنوني، يقولون بارق لها مشفى واقول انا يا براحلي، يقولون بارق لها مشفى واقول انا يا براحلي، حبر الورق كيف انا اصدق والواقع تشوفها عيوني،
حبر الورق كيف أنا أصدق والواقع تشوفها عيوني، في كل عام لنا يدرج لكن مكانه بقي خالي، لكن مكانه بقي خالي. حبر الورق كيف أنا أصدق والواقع تشوفها عيوني، في كل عام لنا يدرج لكن مكانه بقي خالي. يا ناس بالله راعوني لا صرت صاحي وما جنوني، يقولون بارك بها مشفى وفي النهاية طلع وهمي، يقولون بارك بها مشفى وفي النهاية طلع وهمي. الوضع ما عاد يتحمل على حلمي يحاسدوني، 50 عام بلا مشفى 50 عام نزاف دمي. الوضع ما عاد يتحمل على حلمي يحاسدوني، 50 عام بلا مشفى 50 عام نزاف دمي. 50 عام بلا مشفى 50 عام نزاف دمي. يا الله يا ربي يا والي يا عالم بكل الأحوال، تشفي لنا الوالد الغالي مليكنا الشهم عبد الله. يا الله يا ربي يا والي يا عالم بكل الأحوال، تشفي لنا الوالد الغالي مليكنا الشهم عبد الله. ماجور يا الغالي يا ليت ما بك بالحالي، واشيل عنك التعب كله واشيل عنك التعب كله. ماجور يا الغالي يا ليت ما بك بالحالي، واشيل عنك التعب كله واشيل عنك التعب كله. يا ابوي اشكي لك الحالي لانك والدي الغالي، هم بقلبي تحملته ومشغل الكل ما فيا. يا ابوي اشكي لك الحالي لانك والدي الغالي، هم بقلبي تحملته ومشغل الكل ما فيا. ديرتي بارق الطالب في كل عام لها مالي، يقولون مدرج لها مشفى لها ولويات حاتمية. ديرتي بارق الطالب في كل عام لها مالي، يقولون مدرج لها مشفى لها ولويات حاتمية. الوعد عدى بتاريخه والعام بفول فاتالي، من عام 1385 هجرية. ديرتي بارقة طالب في كل عام لها مالي، يقولون مدرج لها مشفى لها ولويات حاتمية. الوعد عدى بتاريخه والعام قفول فاتالي، من عام 1385 هجرية. بارق لها حلم فارقها حلم توارثها لأجيالي، مشفى لجروحها يضمد مطلب وحاجة ضرورية. بارق لها حلم فارقها حلم توارثها لأجيالي، مشفى لجروحها يضمد مطلب وحاجة ضرورية. مشفى لجروحها يضمد مطلب وحاجة ضرورية.